بسم الله على بركة الله. عسلامة اخوتي في الله، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة ونعمة. تبعوا فينا نهار جديد لنا اول نهار في العيد. بالطبيعة كما تعرفوا عاداتنا وتقاليدنا في تونس نطيبوا الملوخية. طيب معايا كيف المقارونة، لكن تصورت لكم جيست الملوخية باش تشوفوا طريقتنا فيها. كما غادي نتبعوا اخوتي في الليل، ناخذوا طاجين ولا الكوكوت نطيبوا فيها، نحطوا كمية سمحة من الزيت، نحطوا قص بصلة ونحطوا الملوخية نتاعنا. انا ما نكيلش بالمغرفة، يعني نحطوا كهو ونحطوا مغرفة طماطم هكا، ونحطوا شوية فلفل مرحي، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، ونحطوا شوية بركة ملح. كما تعرفوا الملوخية مالحة. وما نكثروش برشا. وكيف باش نحضروا الفاح نتاعنا اللي هو الكرشة ولا اللحم، انت باش طيب كيف نهرسوا المثوم وطيب ونحطوا نفس الفاح عليهم، نخلطوهم مليح هكا ونخليهم على الهشيرة. كما تشوفوا اخوتي في الليل نخلطوا دوما الكل المكونات، يعني الكل على بعضهم من الاول فكا على البارد. نحطوا الملوخيه والزيت واللفاح ونخلطوهم مليح هكا لين يتجانسوا، ومن بعد نشعلوا ليهم النار ونخليهم هكا لين يشكشكوا مع بعضهم، كيما تولي اللقمه هكا مع بعضها متجانسه. وقتها نصبوا عليها الماء سخون ونحلوا الكلافس الكل هكايا، ما نخليوهمش مكلفسين. بالطبيعه كي نقعدوا نحركوا فيها مليح، نصبوا ماء سخون ما نصبوش ماء بارد باش ما تجمدش معانا. ونحلوا الكعابر نتاع الملوخيه الكل كي نحلوها مليح. وبعد كي باش نرميو الكرشه نتاعنا، اذا كان باش نحطوا فيها اللحم نرميهم من بعد اللحم البنات. احنا رمينا الكرشه وبعد كي نخليو بعد مشوار، يعني نطيبوا نرميو اللحم باش كما تعرفوا الكرشه تاخذ برشا وقت. وديجا احنا طيبناها يعني في الطاجين مش في الكوكوت، ما عليها، جست كي غطيناها كهو. هذه طريقتنا في ترتيب الملوخية. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا، كون تجربوها تعطيني رايكم فيها. لا اله الا محمد رسول الله. كما تبعوا معنا اخوتي في الله، عندنا الكرشة وعندنا اللحم كفوحناهم فلفل مرحي وفلفل اكحل وكركم وشوية ملح والفحم اللي هما تابل وثوم. هذاك اللحم فوحناه تابل وثوم معاهم وخليناها على شيرة يشرب الفحم نتاعو. وبعد ما قلينا ومرقنا باش نرميو الكرشة ونخليو اللحم على شيرة، وحطينا نزيد شوية عين متاع دوارة كما تعرفوا كي تزيت وتبننها. وهذه طريقتنا، ان شاء الله تجربوها وبنينة برشا تجيكم وتعطوني رايكم فيها. قولوا لي من تتبعوا فينا، ما تنساوش تحطوا اللايك على الفيديو. لا اله الا محمد رسول الله. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. كما تتبعوا معنا اخوتي في الله، ما تاخذش برشا وقت هكا. كل مشوار نوريه لكم كيفاش تبدا تغلي، تبدا النار ناقصه عليها، تخليها لين تبدا تطيب باش ما تفيدش، يعني ما تغطيهاش برشا باش ما تفيدش، وما تخليهاش زاد بلاش تطيب باش ما تقعدش نيه، يعني اللحم يقعد نيه والكرشه تقعد نيه. وقبل ما تطيب بالطبيعه حطينا من بعد اللحم كما صورتش المقطع هذاك، لكن لنا هكا على كمالة كما تتبعوا معانا. حطينا لها اللفاح الخراني وحطينا شوية رند وفلفل أحمر، حطينا الفلفل الأحمر والرند. وفي الآخر زدنا شوية لفاح اللي قعد اللي هي على طيب، يعني شفتها كيفاش بدات تقر في زيتها. ولنا ما شاء الله قرت زيتها الكل كيف شفتها كيفاش تتبدل. ان شاء الله تجربوا وصفتنا وتجيكم ملوخية بنينة برشا، ووصفة سهلة يعني مش صعيبة برشا. بس كل حد وطريقته. انا منكيلش بالمغرفة يعني الملوخية. كما وريتكم نحطوا كهو، نحطوا ربعية ولا نص ربعية، مطيبناش برشا، طيبنا نص ربعية. لا اله الا محمد رسول الله. هذه الملوخية متاعنا حضرت. ان شاء الله ديما من المؤمن في الخير الناس كل. ان شاء الله يكون عامكم مبروك وعام سعيد عن أمة سيدنا محمد الكل.